بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايز أوجه تحية لشعب مصر ولجيش مصر ورئيس مصر، وأقول لهم تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. تعظيم سلام ليكم، للشعب وللجيش والرئيس عبد الفتاح السيسي. طب ده ليه اللي بنشوفه النهارده؟ دول الخليج تستعمر عيني عينك من أمريكا، استعمار عيني عينك من أمريكا. توتو على كبوتو، ادفع تجدني، أبجني تجدني. أما مصر فعلا من أيام فراعنة عاشت مصر حرة مستقلة عظيمة يا مصر. يا أخوانا، امبارح ترامب وصل أمريكا، رئيس أمريكا دخل السعودية وقطر والإمارات ادفع عشان نحميك. تحميه من إيه؟ من إيران ولا من إسرائيل؟ ما أنت اللي سايب إسرائيل بعبع وسايب إيران بعبع، وشرب الناس فلوس سلاح واشتروا، مش واشتروا طيارة. ايه ده؟ يا حكام الخليج، اتقوا الله في أنفسكم وفي شعوبكم، اتقوا الله في أنفسكم وشعوبكم، وخلوا ليكوا يعني هتتحاسبوا. أنا خايف عليكم، هتتحاسبوا والله. لا تسألون يومئذ عن النعيم. منين جات الفلوس؟ منين راحت الفلوس؟ يا إخوان، عشان ليكم حق تطالبوا مصلحتكم، تعمروا بلادكم، لكن براس مرفوعة، براس مرفوعة. صحيح أنا فخور إن أنا مصري، صحيح أنا فخور إن أنا مصري، أه والله العظيم. لم تنبطح مصر ولن تطاطي مصر من أيام الفراعنة، من الهكسوس والصليبيين والمغول والتتار والإسرائيليين والفرنسيين والأمريكان. نحن المصريين، إحنا المصريين البلد الوحيدة اللي في الدنيا دي دلوقتي قالت لترامب لا في لا في لا في لا في لا، لا للتهجير ولا الحرب الحوثيين، نشترك معاكم في حرب الحوثيين، ولا لعبور القناة مجانا، وهكذا. تتعامل مع الصين، تشتري سلاح من الصين، عدو أمريكا الأول. شابوه يا سيسي، تعظيم سلام يا سيسي. القضية دي فيها أنا فخور والله لو كلناها بعيش وملح، ولكن لن تطاطي الأمريكان والصهاينة أعداء المسلمين وأعداء العرب بمسيحيهم ومسلميهم. هم الأعداء للمسيحيين وللمسلمين. أيوة، ما هي إسرائيل دي الولاية 51. وبعدين يا إخوانا العرب، يا سعودية يا قطر يا خليج، هدايا وفلوس واستثمارات مع أمريكا. والشعب فلسطين في غزة كل يوم أقل حاجة 100 واحد جوع بيموتوا، أطفال وحريم وستات بيموتوا من الجوع. حرام عليكم. هتقابلوا ربنا إزاي؟ هتقولوا لربنا إيه؟
هتقولوا ربنا ايه؟ هيحاسبكم حسابا عسير. انا لا اقصد الشعوب، شعوب السعودية شعوب شقيقة، وكل دول الخليج شعوب شقيقة، لكن انا مع عاذر حكامكم ومش عاذرهم. يا اخي، من يتقي الله يجعل له. يا اخي، رسولنا رسول الاسلام كانوا الكفار بيبقوا قدوا 1000 ضعف عشان بيحارب في سبيل الله ولله. كان بينتصر بجنود قليلة. اتقوا الله، اتقوا الله في أنفسكم وفي شعوبكم وفي دينكم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نجوء، ما تخافوش من بكرة. بكرة في إيد ربنا، مش في إيد ترامب ولا أمريكا. في شعوب فقراء كتير. الراجل إيه عملت معاه استثمارات وهدايا وبلاوي زودة من فوق الترابيزة بتاعت الترابيزة، تخش على 3 تريليون دولار. يا إخوان، يا إخواننا العرب في دول الخليج، لو استثمرتوا هذه الفلوس في دول إسلامية وعربية شقيقة لأصبحتم قوة، ووقفتم في وجه أمريكا وإسرائيل والغرب وكائن من كان. مش إنما أنتوا كده بتخلونا مش غثاء السيل، ده أنتوا بتخلونا، استغفر الله العظيم يا رب، بتخلونا دواسة للأمريكان. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن عايز أقول لشعب مصر، يا شعب مصر، افتخر إن أنت مصري، إنك من الشعب المصري، وافتخر إن ليك مؤسسة اسمها الجيش المصري والقوات المسلحة المصرية، وافتخر إن ليك رئيس اسمه عبد الفتاح السيسي. والله لو جوعنا وكلنا بملح لنقوي جيشنا. استعدوا، ربنا قال لك استعدوا لهم. وربنا عرفوه بالعقل. لذلك هتفضل مصر في رباط ليوم الدين، هتفضل مصر في رباط ليوم الدين. إنها أرض الرسل، أرض الرسل والأنبياء، دخلها إبراهيم وسارة، وسيدنا موسى ولد فيها، وسيدنا يوسف جاء إليها ومات فيها، وكان على خزائن الدنيا والأرض. سيدنا عيسى هاجر إليها، السيدة مريم عليهم السلام، وسيدنا إدريس وسيدنا لقمان، وهكذا كثيرا من الرسل والأنبياء. أرض طاهرة، أرض مباركة. إحنا فينا ناس مش عارفة قيمة مصر. نحافظ على جبهتنا الداخلية، ونقوي جيوشنا، لأن الخطر قادم وداهم. ولن نستعمر كما استعمرت دول الخليج، ولن نستعمر لو كلناها بلقمة وعيش وملح. فينينا عن بكرة أبينا، سنموت عيش أحرار ونموت أحرار. تاني، تعظيم لمصر، تعظيم سلام لمصر وشعب مصر وجيش مصر والرئيس المحترم القوي المؤمن عبد الفتاح السيسي. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.